قال ايه المفتي؟ قال المفتي ان السلفيين لانهم جعلوا الدين قشور غضبوا من هذا الرسم لانهم حصروه في اللحيه والنقاب. جميل قوي. انا بقول المفتي بتاعنا علي جمعه ولد ميتا. ولد ميتا. الرجل ده يعرف اشياء شيء عن اشياء. وهو في الميزان العلمي، احنا عارفين الميزان العلمي بتاعه، يمكن اكثر الناس ما يعرفوش. احنا عارفين الميزان العلمي، حتى اصول الفقه اللي هو استاذ فيه احنا عارفين قدره في اصول الفقه. وانا مش هتكلم بقى في القصه دي، انا عايز اي واحد يروح يسال زمايله في الجامعه هناك في اصول الفقه، يسالوه عن علمه وعن اخلاقه وعن دينه، يسالوا البتاع دي. لو انا مسحت البياده بالبريه، المجلس العسكري هيعمل معايا ايه؟ انا بوجه السؤال ده لان دي حصلت قدامي في معسكر التدريب. نعم. في معسكر التدريب عسكري عايز يلمع البياده، ما لقاش حاجه يلمع بيها لانه في واقف بيتدرب. خلع البياده، خلع البريه، مسح بيه البياده، اتحول تحقيق ودخل السجن. عشان الرموز. ليه؟ علشان البريه فيه النسر اللي محطوط في علم الجمهورية، وده شرف العسكرية. يعني أنا كده اختصرت العسكرية كلها في البريه. مثلا أنا هجيب علم مصر في ميدان التحرير وهقف على أعلى مبنى وأقول للجماهير يا جماهير دي علم مصر، أنا هلمع بيه الجزم. كله بينكر عليا. هي سيادة مصر وعظمتها ومكانتها في حتة قماشة؟ امال المنظومة ايه؟ رمزية بس. فلما يجي يقول مهتمين باللحية والنقاب وفارغين من جوه وملهمش اهتمام بحاجة ولا الكلام ده، طبعا انا عايز اقول له على حاجة. لما انت قاعد تقول مالك بيقول النقاب بدعة، وهذا كاذب على مالك طبعا، يعني هو في نقله يكذب. انا بألف كتاب من سنتين اسمه قطع الأبهر من المفتي وشيخ الأزهر، بناقش فيه 16 مسألة، كل مسألة يصلح أن يقال عنها فضيحة علمية. وشيخ الأزهر الراحل سيد طلطاوي، ماشي. جبت 16 مسألة هم اتكلموا فيها وكتبوا فيها واتكلموا فيها بالصوت والصورة. والأبهر عرق إذا قطع يموت المرء فورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو أوان قطع أبهري. تمام. الكتاب ده أنا بناقش فيه 16 مسألة من المسائل الفضايح، مش المسائل اللي نص نص اللي تحتمل أقوال والكلام ده، لا. نعم. فضايح علمية حقيقية. أنا في المسألة رقم 7 أو 8 فيها، لسه ما كملتش الكتاب. وإذا ظهر الكتاب وربنا مد في عمري وظهر الكتاب، هيظهر حقيقة مفتي الديار المصرية اللي في بلد زي مصر في تقلها يكون المفتي بتاعها في مثل هذه الضحالة العلمية. النهاردة واحنا بنتكلم عن الرمز وبنتكلم عن السلفيين الفاضيين من جوه واللي بيعملوا الكلام ده، لم يتكلم مفتي الديار في حياته عن حرمة التبرج، مع أن التبرج لا خلاف بين الأعمى والبصير أنه حرام. وزير الأوقاف السابق أسوأ وزير تولى وزارة الأوقاف ما طلعش كتاب عن حرمة التبرج عشان كانت مرات رئيس الجمهورية بتقعد جنبه. أنا عندي فيديوهات لعلي جمعة في اجتماعات الحزب الوطني قاعد جنب نساء متبرجات، وفي حفلته في عيد ميلاده في روتري، وفي حفلته في عيد ميلاده في الروتري والكلام ده، وكانت داخله واحده رقاصه والكلام ده والقصه المعروفه اللي نشرت، واذا كان الكلام صحيحا او غير صحيح، لكن هو كان في الروتري 100%، وجايبين تورته وبيحتفل بعيد ميلاده. سنه حلوه يا جميل، وسنه حلوه يا جميل. تمام. هو ده المفتي بتاعنا. تمام. انا بقول للشيخ علي جمعه، انا بقترح على فرقه الراقصين العرب ان هم يعملوا عرض راقص بالعمة والكاكول. اقتراح
من جملة الاقتراحات كل رقاص، وانا عايز ناس بيهز وسطهم كويس علشان يعني يمتعوا الجماهير، بس بشرط يلبسوا العمة وكاكولا. انا عايز اسمع رأي فضيلة الامام العلامة اللي مسمي موقعه موقع الامام العلامة. انا مش فاهم والله مين اللي ممكن يجيله قلب يسمي موقع الامام العلامة ويمدح نفسه بهذا الكلام. الكلام ده يقوله واحد اخر، يقول علي جمعة الامام العلامة، ممكن تقبل، لكن انا اسمي نفسي انا الامام العلامة كمان. فانا عايز فرقة راقصين العرب تلبس عمة وكاكولا وترقص لي، وعايز تعليق فضيلة مفتي الديار المصرية على الكلام ده. مش دي قشور؟ ما هي عمة وكاكولا، هي غير حتة قماش.